مساء الخير. يعني طبعا كلنا زعلانين وجمهور الزمالك كله زعلان. الناس ليها حق تزعل. كل حاجة في نادي الزمالك اتعملت غلط السنة اللي فاتت دي. اللي اتعمل في نادي الزمالك يوقع أي فريق. أول حاجة أنت معرفتش تتعامل مع موقف كل اللعيبة اللي بتجدد لهم، وخسرت لعيبة مهمة جدا. أهمهم في رأيي طارق حامد، لأن طارق حامد ده أحسن لعيب دخل نادي الزمالك في آخر 20 سنة. أحسن لعيب دخل نادي الزمالك في 20 سنة هو طارق حامد. مش بتكلم على كورة بس، بتكلم على كورة وشخصية وقيادة ولعيب راجل. والتعامل مع موقف معاه في التجديد ورحيله بالشكل ده كان بداية الانهيار للزمالك في رأيي. نمرة 2 الزمالك اتعاقد مع لعيبة 90% منهم لا يصلح للعب في نادي الزمالك. نادي الزمالك ده اللعيب اللي بيلبس فانيلته لازم يبقى ليه ستاندردز معينة. مسؤولين الزمالك اهملوا الستاندردز دي، عشان كده الفريق وصل للحالة اللي هو فيه. الاهم من كده عقد زيزو فشخ اوضه اللبس بتاع الزمالك. فشخه بوظ اوضه اللبس بتاع الزمالك بالطريقه والمقدم والطريقه بتاعه. زيزو لعيب كبير والزمالك محتاجه، بس كان لازم العقد بتاعه يتعمل بشكل يناسب امكانيات النادي ويناسب الظروف اللي موجوده. عشان كده على فكره النتائج اللي انتوا شايفينها دي نتائج طبيعيه. الاهم من كده ان الزمالك خد الدوري السنه اللي فاتت بلعيبه وولاد صغيره كان لازم ان هم يتبني عليهم، ما يجيش اي لعيب تاني يلعب عليهم اساسي الا بعد ما يثبت نفسه ان هو يقدر ان هو يلعب اساسي، وده ما حصلش. كل حاجه اتعملت غلط في الزمالك. مدرب مشي وبعد كده رجع واستغنى عن جهازه، وبعد كده بيشتغل مع مدرب عام مش عايز يشتغل معاه، كان سبب رئيسي في ان هو يمشي. فعشان كده كل حاجه لازم تتغير في الزمالك. كل الناس اللي غلطت لازم يتحاسبوا، لان الزمالك مش نادي صغير، الزمالك نادي كبير. الزمالك نادي كبير جدا، ما ينفعش تعمل فيه الكلام ده. قطاع الناشئين مهمل بشكل كبير جدا، وده عار على المسؤولين في نادي الزمالك ان قطاع الناشئين يبقى مهمل بهذا الشكل. وبنقول لكم ان انتوا لو مش قد الكراسي اللي انتوا قاعدين عليها لازم تمشوا، كلكم تمشوا تعتذروا. الزمالك مش صغير، الزمالك نادي عظيم، وإذا ما كنتش هتشتغل في نادي الزمالك وتبقى قد المسؤولية وتاخد قرارات صح لازم تقعد في البيت تمشي. افتح نادي كده بتاعك واشتغل فيه زي ما انت عايز، انما الزمالك لا. جمهور الزمالك ما يستحقش الكلام ده. ارجوكم راجعوا نفسكم، كل واحد يعمل ريفليكشن. عارفين ايه ريفليكشن؟ ده علم التقييم، ان انت تقيم ادائك، ولو انت شايف ان انت مش قد المكان اللي انت موجود فيه انت اللي لازم تمشي. انتوا عارفين كويس جدا ان انا مش مع حد ضد حد ولا ليا اي علاقه باي حد، ولكن بقول لازم الناس اللي قصرت وعملت اخطاء لازم تمشي. ده نمرة 1. نمرة 2 لازم الخفافيش اللي بيحاولوا ينطوا على الموقف وبيحاولوا ان هم يبقوا موجودين عشان الزمالك ملخبط لازم يبعدوا عن النادي. لازم يبعدوا عن النادي.
والكلام اعتقد ان هو واضح وصريح. اللي وصل ليه ان الزمالك السنه دي لا يصح، واللعيبه اللي اتعاقد معاها الزمالك السنه دي لا يصلحوا، معظمهم لا يصلحوا ان هم يلعبوا في الزمالك. والاموال اللي اتدفعت في اللعيبه دي اموال مهدره فعلا، وده موجود في الكوره. ساعات ممكن تمضي لعيب غلط، ممكن تعمل كذا كذا كذا، لكن ما يبقاش كل الكلام ده. ارجوكوا راجعوا نفسكم، واللي شايف ان هو غلطان لازم يمشي، لازم يمشي.